كلمة الرزق أول ما بنسمعها دايما بنربطها بالفلوس. طب هو كل الرزق فلوسه بس؟ طب والضحكة الحلوة والبال الرايق الصحاب الجدعة والعيلة وإنك تقوم وتتحرك من سريرك من غير ما حد يسندك، مش كل ده رزق؟ على فكرة، لما بنقلق من الرزق قوي كده بنتحول لنسخة مرعبة من نفسنا، وللأسف بنبدأ نقارن حياتنا بحياة الناس التانية، وللأسف برضه بننسى الحلو اللي عندنا وما بنشوفوش لأن احنا بنتطلع لحاجات تانية مش عندنا. علشان كده اسم الله الرزاق جاي النهاردة يطمنك ويقولك نصيبك محجوز باسمك، يعني مفيش حد هيعرف يخطفه منك أبدا مهما حصل. اهدى كده واستمتع باللي في ايدك، والرزاق هيبعت لك كل حاجة بس في وقتها الصح. تعالوا النهاردة كده نعمل حاجة ظريفة، كل واحد فينا يفتح محفظته وقول يا رب بارك لي في الرزق اللي معايا، وامتن للرزاق واحمده واشكره على كل حاجة حتى لو كان رزقك قليل، عشان لما هتقول الحمد لله صدقني رزقك هيزيد. ودي كانت رحلتنا النهاردة، استنوني أنا دعاء قنديل من مذيع بودكاست بكرة معنا رحلة جديدة واسم جديد.